اتفضلي يا مزمزات. متشكرة قوي. يلا يا حبيبتي اشربي. شكرا يا مراد. اتفضلي يا ندى. ميرسي يا سمية. معقولة يا سمية النتيجة تطلع وما تروحيش تشوفيها؟ ازاي قلبك جابك تقعدي كده؟ دي الواحدة مننا بتبقى حاطة ايديها على قلبها لغاية ما النتيجة تطلع. متشكرة قوي يا ندى. بصراحة انت المفروض تشكري الدكتور سعيد. ليه؟ علشان هو اللي كان قلقان عليكي قوي، ولما لقاكيش جيتي شفتي النتيجة طلب مني ان انا اشوفها واجي اقولك. وبصراحة هو كان عايز يتصل بيكي بس يعني خاف انك تتضايقي. كتر خيره. ايه؟ سألتنيش على التقدير ليه؟ تقديري ولا تقديرك؟ تقديرنا احنا الاتنين، ولو اني عارفة انك قلقانة على تقديرك اكتر. عموما احنا الاتنين نجحنا وجبنا جايزة. كويس. بس انا لغاية دلوقتي برضو مش مصدقة انت ازاي قاعدة كده وحاطة ايدك في المية الباردة والنتيجة طلعت وما رحتيش تشوفيها. ماليش نفس اروح الكلية. مالكيش نفس؟ عجيبة قوي يا سمية. اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا يا ندى. دي ماما. اتفضلي يا حبيبتي. ام رجب قالت لي ان انت جايه ومعاكي النتيجه، قولي لي خير. لا يا طنط اطمني، الحمد لله نجحنا وجبنا جايزة. الحمد لله، الف مبروك يا حبيبتي. بقالي مده عماله اقول لها وهي مش راضيه تروح تشوف النتيجه. ما هو بصراحة يا طنط في هنا شوية برود ما شفتهمش قبل كده. هانت يا حبايبي، كلها رابعه وخمسه. لا يا طنط رابعة ما فيهاش امتحان، ان شاء الله هما سنتين ونخلص. ربنا يوفقكم يا بنتي، وان شاء الله اشوفكم دكاتره قد الدنيا. يا رب. دكاترة وبس يا ماما، لكن قد الدنيا دي صعب شوية. ان شاء الله يا حبيبتي. استاذن انا اسيبكم لوحدي. اتفضلي يا طنط. سمية بصراحة مش لاقي عليها كلمة طنط خالص. بجد؟ سمية قولي لي بقى بصراحة، انت مش عايزة تيجي الكلية ليه؟ يا بنتي معقولة الكلام ده؟ مش هاجي الكلية ازاي؟ امال هدخل سنة رابعة ازاي بقى؟ يعني بتحاولي تروحي على الدراسة على طول. يمكن. ممكن اعرف بقى انت ليه مش عايزة تروحي للدكتور سعيد؟ وههرب منه ليه؟ مش عارفة، رغم ان هو حد كويس قوي وابن حلال. تعرفي يا سمية ان كل بنات الكلية يتمنوا بس انه يسلم عليهم، بس عموما هو دايما لوحده وفي حاله. مش عارفة، ناس كتير قوي بتقول ان في حاجة في حياته محدش عارفها. عرفتيها من الصبح ولسه بتقولي لي دلوقتي؟ جبتي ايه؟ جيد؟ طب كويس قوي يا حبيبتي، مبروك، عقبال البكالوريوس. طيب يا حبيبتي، الف مبروك. سلمي لي على ماما عفاف. مع السلامه يا حبيبتي. اختي سميه نجحت، فاضل لها سنتين وتخلص. مبروك، الف مبروك. ما عندكش فكره يا عماد قد ايه هي بنت مؤدبه وظريفه، بس يا حبيبتي صعبانه عليا قوي. صعبان عليكي ليه؟ لا لا، قصدي يعني معقوله يكون ليا اخت العمر ده كله وما اعرفهاش غير دلوقتي؟ ابوكي بقى الله يرحمه. وبعدين بقى؟ وانا قلت حاجه؟ المهم دلوقتي ان المده اللي احنا حددناها قربت تنتهي. ممكن تقولي بقى هنعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني هتاخد انت ايه وانا هاخد ايه؟ الفيلا قدامك اهي، خدي اللي انت عايزاه. متشكره قوي يا عماد، ربنا ما يحرمنيش منك. مش منك انت، خلاص هتتحرمي مني. اخصى عليك يا عماد، ليه بتقول كده؟ احنا مش اتفقنا مع بعض ان احنا هنبقى اصحاب؟ كلام. بكره تتجوزي وانا بكره اتجوز، ولا جوزك ولا مراتي هيقبلوا من الاساس ان احنا نبقى اصحاب. لا، ده هيبقى شرطي لو اتجوزت. انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا يا عماد. السلام، ما انت استغنيتي. استغنيت عنك كزوج، لكن كصديق ما اقدرش. ما تفرقش في الزمن ده، كله زي بعضه. خدي دول يا سمية. أنا يا بنتي لا بقدر أروح ولا أجي، أنت بقى تشتري اللي نفسك فيه. وعشان ايه دول يا ماما عفاف؟ هدية نجاحك يا بنتي. إنما بقى في الشهادة الكبيرة هجيب لك حاجة دهب تليق بالدكتورة سمية. متشكره قوي يا حاجه. دي هتبقى الدكتورة سمية مجاهد بنت الغالي. متشكرة قوي يا ماما عفاف، انا فعلا كان ناقصني فستان وهنزل اجيب. يا حبيبتي وناقصك أي حاجة تبقي تقولي لي. هو أنا في ديك الساعة لما يبقى عندي دكتورة وتبقى تعالجني؟ بعد الشر عليكي، وعلى العموم انا هبقى تحت امرك على طول. الله، ست عزيزه فين؟ ما نزلتش تقعد معانا ليه؟ صحيح، أماندا هم راجب تروح تشوف. لا استني، انا هطلع اشوفها عن اذنك.
حق يا ست سعاد، بنتك طالعه زيك هاديه كده وساكته. إيه حكايه الست سعاد دي بقى؟ قولي لي سعاد بس. يعني بخاف لا تزعلي. معقوله برضو؟ ده انا زي ايه؟ ما تتكلمي. اخاف تتضايقي. قصدك تقولي زي بنتي؟ طب ما هو انا لو ربنا رزقني بعيله اول ما اتجوزت كان زمانها قدك. ده انا يا بنتي متجوزه من يجي 45 سنه ويمكن اكتر، انا اصلي ما بحسبش. على العموم كلنا اولادك. بقول ايه يا ست قصدي يعني يا سعاد، لو جالك يعني عريس كويس ما تتجوزيهوش. اتجوز؟ يا دي العيبه. ليه؟ هو الجواز عيب؟ بنتي هي اللي على وش جواز، مش انا اللي اقول يا جواز. ما هي عشان كده بكره تتجوز وتسيبك، وانا يا بنتي مش هعيش لك العمر كله. تقدري تقولي لي ساعتها هتعملي ايه؟ تعيشي فين ومنين؟ هعيش مع بنتي. طب ولما بنتك تتجوز؟ بنتي مش هتتجوز. مش هتتجوز ليه؟ ده ألف مين يتمناها، حلوة ودكتورة، بكرة يا اختي تلاقي دكتور زيها. هي مش ناوية تتجوز يا حاجة. ده كلام، لكن ساعة ما يجي بقى العريس اللي على مزاجها مش هتقول لأ أبدا. على العموم احنا مش في بنتك، احنا فيكي انت. لو يعني جالك واحد كويس قوي وابن حلال قوي ما تتجوزيش. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حاجة؟ معقولة انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ده المرحوم ما فاتش عليه غير 6 اشهر. لا ما انا بقولش دلوقتي يعني. لا دلوقتي ولا بعدين، الكلام ده ملوش لزوم. انا قلت كده برضه. سمير ايه ده؟ انت لسه ما لبستش؟ وهلبس ليه؟ احنا في اجازه. ما علشان احنا في اجازه كان لازم تلبس، علشان هخرج انا وانت. هنخرج نروح فين؟ في اي حته تختارها. عايز تروح الملاهي، عايز تروح جنينه الحيوانات، اللي تعوزه. انا مش عايزه اروح في حته. ليه بس يا حبيبي؟ بابا ما يجي يبقى يفسحني. طب ما هو بابا علشان مشغول قال لي انا افسحك. خلاص اما يفضل يبقى يفسحني. ما انا زي بابا. لا انت مش زي بابا، عن اذنك. ادي اللي قاله الاستاذ همام. معلش يا اخوي تعبتك معايا. لا مفيش تعب ولا حاجة، معقول اسمع انك عايزاني وما تجيش؟ الواحد مش عارف يعمل ايه. ده طالب 10,000 جنيه جزء دلوقتي لحد ما يتحكم في القضية. مش مسألة فلوس، المشكلة انه احنا مش ضامنين انه يطلع لكم حاجة. ما انا بقول كده، دي قضية مش مضمونة. على العموم انا عفوت عليه بكرة الصبح وربنا يعمل اللي فيه الخير. هروح لهمام واشوف ايه حكايته. انا الراجل ده مش مرتاحاله. اهو احنا بنتعلق في امل. عموما الناس بتقول ان مش هيطلع لنا حاجة بعد ما الناس والحكومة ما ياخدوا حقهم. افتحي الباب يا ام رجب. حاضر. ازيك يا ام رجب؟ اهلا يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتورة؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا. شفتي بقى يا ماما عفاف الفلوس اللي اديتيها انا جبت بيها الفستان ده. الله، حلو قوي يا حبيبتي، مبروك عليكي. بس يعني الفلوس كفتك؟ دي كفتني وزياده كمان. اصل سمية نجحت يعني، ودي هدية مامتها عفاف. ما شاء الله ما شاء الله، الف مبروك. طب الفستان ده مش لازمه يعني جزمة وشنطة؟ لا ده كده كويس قوي. لا ودي بقى دي هدية عمك حسنين، اشتري بيهم اللازم. لا متشكره يا عم. الله، وبعدين ازعل منك. الله، وبعدين يا سمية ما تزعليش عمك. ايه هفضل مادد يدك ده؟ خلاص يا سمية، خدي من ايد عمك. متشكره يا عم. طب انا هستأذن. اتفضلي والف مبروك. بنتك دي ظريفة قوي يا ست سعاد. ده بس من اصلك. لا صحيح، هادية ونسمتها خفيفة، طالعة لأمها. اتكلمتي معاها؟ مش وقته. ايوه صح. وازاي الأستاذ خالد يا ست عزيز؟ الحمد لله كويس. الله، أمال هو فين؟ في الشغل.
لنفسي حاجه بسيطه يعني، شويه فاكهه كده. ليه بس؟ ايه لزومه؟ ما يصحش برضو يا ماما، هنفضل على طول عايشين بلوشي كده؟ يا ابني ده من خير ابوك. وبعدين قول لي، ها؟ هو انت قبضت من المعلم عبده؟ لا مش من المعلم عبده. امال من مين؟ لا دي فلوس كده جات لي من سمساره في عربيه، الحمد لله طلع لي منها قرشين كويسين. انا يا امي الحمد لله دلوقتي بقيت بكسب كويس قوي، حتى شوفي معايا فلوس قد ايه. بصي ياه، ده فلوس كتيره قوي. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من فلوسك، ما تصرفهاش كده، ولا اقول لك هاتهم انا اشيلهم لك. طب والنبي يا امي عشان خاطري، ده انا بقالي مده كان نفسي يعني اشتري لي طقمين عليهم القيمه، انا محتاجهم. يا ابني خلي بالك من نفسك وخلي بالك من فلوسك، ما احناش عارفين الزمن مخبينا ايه. طب والله العظيم انا مخلي بالي من نفسي كويس قوي، انا حتى نويت اتجوز. تتجوز؟ مش هتجوز في الاول خبط لازق كده يعني، انا هخطب الاول. منين يا حاصر؟ يا امي ما انا بقول لك دلوقتي بقيت بكسب كويس قوي، انا حتى نويت يعني اخليكي تروحي ان شاء الله، يعني ان شاء الله تخطبي لي حنان. عارف حنان بنت جيراننا اللي قدام؟ يا اخويا بلاش كلام فارغ بقى انت كمان، هو انت علشان قبضت لك يعني قرشين تبقى عاوز تتجوز؟ طب بكره تشوفي ابنك اللي انت شايفاه قدامك ده هيلعب بالفلوس لعب ازاي. يا امي انا بكره ان شاء الله هبقى كويس قوي، المهم يعني لو الفلوس اتوفرت ترضي تروحي تخطبيها لي؟ مش لما يرضوا الاول؟ يا ستي سيب الموضوع ده عليا انا. السلام عليكم. اتأخرتي ليه؟ يا ماما انا اتأخرت برضو، ده هي ربع ساعة. لا يا اختي نص ساعة. طب يا حبيبتي ما تزعليش روحك، هي نص ساعة عبال ما رحت جبت الكلفة ودفعت ثمنها واديني جيت على طول. مش كده بقى يا ماما، مش كل ما اروح مشوار تعملي لي الموال ده. يا بنتي يا حبيبتي، انا الود ودي اشيلك جوه عينيا واخبيكي عن عيون الناس كلها. ياه، وعلشان ايه بقى ده كله؟ الناس بقت وحشة يا حنان. وحشة ولا حلوة؟ هما يعني هيخطفوني؟ وليه لا؟ عشان احنا في عز النهار. نهار بقى ولا ليل يا حبيبتي، انا بخاف عليكي وخلاص. وبعدين بقى يا ماما، ما هو انت لازم يا حبيبتي تثقي فيا شويه. يا ماما اطمني، بنتك حبيبتك ما بتعملش حاجه غلط. يا حبيبتي يا حبيبتي انا واثقه فيكي، بس ما بثقش في الناس. ايه يا ماما اللي حضرتك بتقوليه ده؟ يا ماما انا بنت الحته هنا ومتربيه على ايديهم كلهم، عم فهمي البقال وعم عوض المكواجي والاسطى عبده الميكانيكي. بس انت ايه هتقعدي ترصهم لي؟ شوفي اما اقولك، كل دول عينهم عليا، لكن يا ويلو يا سواد ليلو اللي يقرب ناحيتي. يا بنتي يا حبيبتي انا بخاف لخالد يقف يستناكي. خالد؟ يا ماما خالد ده الوحيد اللي تطمني من ناحيته، هو ده اللي بيحميني من كل دول. ده ايه ده كله؟ ده انت ماليه ايدك منه قوي. طبعا ماليه ايدي منه، لكن هو بقاله يومين مش باين. يعني انت ما شفتوش النهارده؟ لا اله الا الله، والله ما شفته يا ماما، صدقيني انا لو كنت شفته هقولك. انا من امتى يعني بخبي عليكي؟ بقولك ايه، انا عايزاكي تطمني على الاخر واعرفي ان انا هفضل طوع ليكي انت وبابا طول عمري. ارتحتي كده؟ بقولك ايه بقى، ما تجيبي قبله دي تنفع برضو، انا عايزه قبله كبيره. شرفت يا فندم. اوكي ماشي يا باشا. شرفت يا حاج محمد. شكرا يا باشمهندس، شاكرين جدا. مع السلامه. السلام عليكم. ازيك يا عماد؟ اتفضلي. اخبارك ايه؟ تمام. انا ما حبيتش ابقى زنانه بخصوص الرسومات بتاعه الفيلا، علشان كده قلت اسيبك لشغلك. لا شغلي ما يشغليش بالك، بس لعلمك بقى انا عملت لك رسومات تجنن. ميرسي يا عماد قوي، عشان كده انا عايزه اعرف التكلفه قد ايه عشان ممكن ادفع مقدم. لا سيب من الكلام ده، احنا ما فيش بينا الكلام ده. سيب من الكلام ده، انت وحشتيني قوي. وانت كمان. ايه الشنطه دي؟ زي الشنطه اللي فاتت ولا ايه؟ خايفه اقول لك لا تزعل. لا انا مش هزعل ولا حاجه، قولي في ايه؟ اصل انت المره اللي فاتت قلت لي على اقتراح حلو قوي بخصوص الخزنه اللي في البنك. اقتراح البنك؟ انت لسه ما عملتوش ولا ايه؟ تصدق لسه. انت عارف المشكله في ايه؟ ان انا بصحى الساعه 1 عقبال ما بقوم وبفطر بتبقى الساعه 3، وانت عارف البنوك بقى اخرهم الساعه 1. وانت طبعا لازم تنزلي بفطار طبعا يعني. طيب يعني هي فيها برضو حاجات مهمه زي الشنطه فاتت ولا ايه؟ مهمه جدا، وعشان كده انا ما بستأمنش اي حد غيرك، خصوصا وانا مسافره. ايه ده، وانت مسافره ولا ايه؟ ما تتخضش قوي كده، كل ما في الموضوع ان انا رايحه البلد عند عمي، هبص على ارض والمحصول كمان. ما شاء الله. وانت كمان عندك ارض زراعيه؟ هي ارض صغيره مش كبيره،
وفي الحقيقة السفرية كلها جت على غفلة. عمي كلمني وقال لي ان انا لازم اعدي عليه، ودلوقتي الساعة 3:30، يعني خلاص ميعاد البنك فات. علشان كده قلت اجي اسيب الحاجة دي عندك، لاني بصراحة بقى خايفة يتهجموا على ماما تاني وانا مش موجودة. وبالنسبه لماما هتسافر معاكي ولا انت هتسافري لوحدك؟ لا ماما ايه، ماما ست كبيرة ومشوار زي ده ممكن يتعبها، خصوصا ان انا مش هتأخر، يعني كلها 2-3 وهرجع ان شاء الله. لكن بليز قولي يا عماد، لو موضوع الشنطة هيضايقك بلاش منه خالص. لا 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 لا، شنطه ايه؟ انت لو عايزه تجيبي الشنط اللي عندك في البيت كلها انا ما عنديش مشكله. بصي انا عايزك بس تهتمي جدا بموضوع البنك ده، صدقيني ده احسن مكان تحطي فيه حاجتك وتنامي وانت مرتاحه. انا مقتنعة جدا بكل اللي انت بتقوله، واوعدك ان شاء الله اول ما ارجع من البلد هروح احط كل حاجة في البنك، ويا ريت حتى تبقى انت كمان تيجي معايا. انا ما عنديش مشكله، انت بس لو جيتي بدري نص ساعه كنا لحقنا البنك. معلش يا عماد، دي اخر مرة هتعبك معايا، استحملني 2 بس. استحملك؟ ده انا استحملك العمر كله. انا كنت خايف ما القاكش، خفت لا اكون رحت المحكمه. تشرب ايه يا استاذ حسنين؟ لا انا جاي لك وشارب كل حاجه، وعايز انهي مهمتي في السريع عشان الحق قطر الصعيد. انت مسافر البلد دلوقتي؟ ايوه مسافر، وجاي لك بقى بخصوص القضيه اللي عايزين يرفعوها الجماعه. انت طالب 10,000 جنيه، وانا شايف انه مبلغ كبير قوي، جايز يضيع، مش مضمونه القضيه. شوف يا استاذ حسنين، انا ما اقدرش اكد لك انهم هياخدوا فلوس كتيره، لان الديون اللي عليهم اكتر. ولما حضرتك خابر ان الدين كبير وانه جايز ما يطلع لهمش حاجه، يبقى لزومه ايه الكلام؟ الكلام ملوش حاجه. شوف يا استاذ حسنين، انا اللي عليا بعمله وانتم حرين. شوف يا استاذ همام، القضيه دي خسرانه. طب لو خسرانه 100% انا همسكها ليه؟ القضيه دي 80% خسران. اسمع، دول 2000 جنيه مجهزهم لك، ويعلم الله الفلوس دي من جيبي الخاص، لاجل الولاد اليتامى دول يطلع لهم اي حاجه، ومش هتاخد ولا مليم زياده عنيهم اهم. نعم. استنى عليا امال، لو في الاخر ما طلع لهمش فلوس يبقى ال 2000 جنيه دول حلال عليك ومش خساره فيك، وانا مسامحك فيهم. ولو طلع لهم فلوس تاخد نسبه من فلوسهم 2%. 2%؟ مين عارف، مش جايز يطلع لهم 100,000 جنيه، يبقى ال 2% بتوعك 2000 جنيه كمان. لو انت فاهم ان ممكن يطلع لهم 100,000 جنيه. ولما حضرتك خابر ان مش هيطلع لهم فلوس، طالب 10,000 جنيه ليه؟ اسمع اما اقول لك، 3%، ده اخر كلام. استنى بس يا استاذ حسن. قلت ايه يا استاذ همام؟ هتاخد الفلوس ولا خدهم ويكون احسن؟ انا ما اقدرش ازعلك ابدا يا استاذ حسنين. طب يا سيدي امسك بقى. وعايزك تهتم بالقضيه دي قوي يا استاذ همام، ولا كل ما ادى مصر انط لك واشوف عملت ايه. وهو كذلك. إيه؟ ربنا يقدم ما فيه الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. صباح الخير يا استاذ سعودي، اتفضل. صباح الخير. معقولة يا انسه سمية لحقتي تقري ده كله؟ طبعا. بس ده كتير قوي، خصوصا انه فوق منهج الدراسة. اي حاجه مرتبطه بالطب تبقى في منهج الدراسه. على العموم ربنا يقويكي. ربنا يخليك. انت عارف انا لو طول اقرا المكتبه دي كلها هقراها. بالتوفيق يا دكتورة، المكتبة والكتب كلها تحت امرك. شكرا. عن اذنك. اتفضل. ازيك يا سمية؟ دكتور سعيد، تسمحي لي اشوف الكتب معاكي؟ طبعا اتفضل. اتفضلي. ما اعرفش، ممكن تقبلي نصيحتي في الكتب اللي بتستعيريها؟ دي حاجه تسعدني طبعا. طب شوفي بقى، لا اولا
الكتاب ده والكتاب ده مهمين جدا وهينفعوكي قوي. خلاص هقراهم طبعا. بس كويس قوي انك بتيجي في الاجازه. حضرتك ادرى مني بدراسه الطب. طبعا طبعا، بس انا بقول ان دي اخر اجازه وبعد كده رابعه وخمسه مع بعض. ادعي لنا بس ربنا يخلصنا على خير. ياه زهقتي؟ لا ما زهقتش، انا بحب دراسه الطب موت. وانا معجب بيكي موت. قصدي يعني اهتمامك بنشاطك وبدراستك. يا ترى اخواتك زيك كده؟ انا ماليش اخوات، قصدي ليا اخوات بس انا كنت ناسي. فعلا كنت ناسيه؟ اصل انت مش عارف، انا في الحقيقه ماليش اخوات، انما من حوالي 6-7 اشهر كده بعد وفاه المرحوم بابا اكتشفت ان انا ليا 3 اخوات واكبر مني، بنت متجوزه وولد، وبنت اتجوزت بعد وفاه بابا. غريبه الحكايه دي، ويا ترى ده مضايقك؟ بالعكس، ده احنا قاعدين عند، متهيألي نجوى قالت لي. هي فعلا قالت لي، بس قالت لي كمان ان الست دي ما عندهاش اولاد. لا ما هي دي من واحده تانية، ما تشغلش بالك بالحكايه دي حكايه ملعبكه قوي. الحكايه اول مره اشوفك رايقه وبتتكلمي بمرح. اظن انت كنت بتقول عليا كشريه. ابدا والله، بس هي ساعات الظروف بتحكم. عموما انا اتمنى اشوفك مرحه باستمرار. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. يا ترى انت سعيده في حياتك مع مرات باباكي؟ معلش هو سؤال شخصي شويه. بالعكس، الست دي في منتهى الطيبه، ما حصلتش. يعني انا كنت متخيل ان ده سبب حزنك. انا مش حزينه قوي للدرجه دي. لا يعني دايما شايفك. ما تنساش ان الظروف اللي مريت بيها في الكام شهر اللي فاتوا برضه صعب، موت بابا وانتقلنا لحياه جديده. لا بس على فكره انا دايما شايفك ساكته ولوحدك، حتى ما بتتجاوبيش مع زملائك، ومالكيش الا زميله واحده اللي هي نجوى. ده صحيح. لو مصمم تعرف، انا فعلا مش سعيده. ليه يا سميه؟ ممكن اعرف؟ المهم ما يكونش انا السبب. يا خبر، ده معقول؟ يعني الحاح المستمر عليكي بموضوع الجواز دي حاجه ما تزعلش. لا لو الانسان انت مش عايزاه تبقى تزعل. انا هريحك يا دكتور سعيد. الحاجه اللي مضايقاني وبعاني منها انت مالكش علاقه بيها خالص. سميه يا ريت تسمحي لي امديلك ايدي باي مساعده، يعني اعتبريني صديق وافتحي لي قلبك. ساعات في حاجات الانسان ما بيقدرش يقولها حتى لأعز الناس ليه. ويا ترى انا أعز الناس يا ماما يا ست الكل. ايوه يا سعيد، ايه اللي جابك بدري؟ فرحان قوي قوي قوي. خير؟ سميه يا ست الحبايب، سميه. مالها؟ وافقت؟ يا ريت. امال ايه؟ النهارده كانت ظريفه جدا معايا وقالت لي تقريبا على كل مشاكلها. وهو ده اللي مفرحك قوي؟ طبعا، الا الكلمه الاخيره اللي قالتها لي. قالت ايه؟ قالت اقول لك جهز الغدا عشان انا واقع من الجوع. حاضر، على ما اجهزهولك تكون انت غيرت هدومك. النهارده هنتغدى سوا كلنا. على عيني. انا اعز الحبايب. مها يا مها واضح كده انها مش في البيت. اخبي الشنطه بقى. نور نورك يا حبيبي. حبيبي انت، حبيبي يا بتاع الشنط. اتفضلوا يا معلمين. ما انا بقول بكفايه كده يا معلمه، انا شاكر الافضال على السهره الجميله دي يا معلمين. الا قول لي يا اوراني، انت جاي تطمن على الشنطه ولا ايه؟ لا انا عارف انها في الحفظ والصون. لا هو المعلم قرر جاي يطمن عشان يشوف هياخد الشنطه امتى. طب ومستعجل ليه يا اوراني؟ وانا برضه بقول له كده، ما تخليه لحد البوليس ما يزهق ويتاكد ان يعني مش انا
اللي كسرت الخزنه. بس هو خلي بالك البوليس دلوقتي مراقبنا، مراقبنا. تكونش خايف لا نديها لحد غيرك؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا قرن تاني غيرها يا معلمه ولا ايه؟ ما تاخدش في بالك يا معلم قرقور، اصل الملبسه تحب تهزر. اصل قرني فاكر ان احنا ما نعرفش حد غيره يوزع لنا البضاعه المسروقه. ايه ده؟ انت كلامك وراه حاجه يا معلمه انت. كويس يا اخويا انك فهمت. ايوه صح، كويس انك هو فيها قصدك ايه؟ يا معلم يا معلم، النوبه اللي فاتت رحت وجيت ولبست اخر شياكه، وقرني ما فكرش فيا ولو حتى بقرشين يفتحوا نفسي على الشغل. طب ما انت بتاخدي نصيبك من المعلم صابر. المعلم صابر حاجه وانت حاجه تانية، الا ما في يوم يا راجل جيت فرحتني بايها حاجه. الست مننا برضو تحب تفرح بالهديه. يا ملبسه، هو انت ناقصك حاجه يعني؟ مش ناقصني، بس برضو على رأي المثل انا غنية واحب الهدية. ايوه انا بحب الهدية. فهمت يا معلمة. خلاص يا ست الكل، انا لما استلم الشنطة واوزع اللي فيها لك من حتة هدية بقى كبيرة قوي. ايوه كده يا قرن، خليني اقول عليك معلم وجدع. معلم والله حاجه واحده انا عرفناها خالص. حلوه معلم والله ده. انا بقى هقعد اغيب يومين ثلاثه كده واجي افوت عليكم عشان اعرف هاخد الشنطه منين. كنت بقول لك ولا خلاص؟ من بيت الباش مهندس شخصيا. الحمد لله على السلامه. ايه يا خالد، بقالك ساعتين واقف في الشارع مستنيني؟ ساعتين وتلت وانت الصادقه. طيب افرض بقى ما كنتش نزلت. لا، ما انا متاكد ان انت لازم هتنزلي عشان تروحي دروس التفصيل بتاعتك. دي حقيقة. بقول لك ايه يا خالد، هو انت عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ انت كل ده يا حنان ومش عارفه انا عايز منك ايه؟ يا خالد، لكن اللي انت عايزه مني مش عندي، ده عند ابويا. وعندك انت كمان يا حنان. انت عارف شعوري ليك يا خالد. طب ده انا كل ما يجيلي عريس ببقى عامله زي المجنون، ما ببقاش عارفه اعمل ايه، وافضل ادور له على مليون عيب، وفي الاخر بقى استنى بابا يقتنع ولا لا. اوقات بيقتنع واوقات تانية هو من روحه بيقول لا. والله العظيم هانت يا حنان. هانت ازاي بس يا خالد؟ يا حنان يا حبيبتي، انا خلاص، انا دلوقتي بقيت راجل كسيب، وان شاء الله قريب قوي هاجي اطلبك من ابوكي. كسيب؟ يعني بتاخد لك كام يا حسره؟ شفتي يا حنان، في يوم واحد كسبت فلوس قد ايه؟ ايه كل ده يا خالد؟ مش قلت لك؟ وعلى فكره انا جايب لك الهديه البسيطه دي عربون محبتنا، والنبي حنان عشان خاطر تقبليها مني. ليا انا؟ طبعا، امال ليا انا. وعلى فكره دي حاجه مبدئيه كده لغايه ان شاء الله لما اجيب لك الشبكه. الله، دي حلوه قوي يا خالد. عجبتك يا حبيبتي؟ عجبتني جدا. معلش يا خالد، مش هقدر اخدها. مش هتقدري تاخديها؟ ليه بس يا حنان؟ يعني هقول لهم ايه في البيت؟ والله ما تقولي لهمش. لا ما ينفعش، انا ما اقدرش اخبي عليهم حاجه، وخصوصا بقى ماما. طيب خلاص يا ستي، قولي لهم ان خالد خطيبي جاب لي الهديه دي. خطيبي ده ايه؟ مش تقول كلام عاقل كده شويه؟ لا طبعا مش هينفع. اقول لك على فكره، خليها معاك، وان شاء الله لما تيجي تخطبني تجيبها في ايدك وتقدمها لي. ايه رايك؟ ليه يا حنان؟ هو انت بتشكي ان انا قريب خالص ان شاء الله هاجي اطلبك من ابوكي؟ في الحقيقه يا خالد انا مش مصدقه، يعني انا مش مصدقه كلامك. لا انا عارفه طبعا ان انت عايز تيجي تخطبني، لكن منين يا خالد؟ منين؟ ما هو انا دلوقتي شغال في سمسارة العربيات. في سمسارة العربيات الحمد لله بكسب منها فلوس كويسه قوي، وان شاء الله يمكن ربنا يكرمني في المستقبل يعني يبقى عندي اجانس. يا ريت يا خالد، يا ريت. طيب هتاخدي ما شاء الله بقى؟ لا يا خالد مش هينفع. ان شاء الله ان شاء الله انا حاسه ان انت هتجيبها لي قريب. يا رب يا رب يا حبيبي. يلا بينا يا حبيبتي. وانت ايه اخبارك؟ اخبار ايه؟ هو انت عندك اخبار غيرها؟ اسكت اسكت يا محسن، انا دلوقتي خلاص ارتحت، زي ما بيقولوا عرفت راسي من رجليا. ايه في جديد؟ في جديد الا في جديد. اتاكدت ان اسمها بتحبني فعلا. اتاكدت. مش طول عمري اقول لك ان احساسي بيقول انها بتحبني؟ ايوه،
واحساسي طلع صادق، طلع في محله. ازاي؟ احكي لي. قالت لي كلمه يا محسن اقدر اعيش عليها العمر كله. قالت لي ان انا اعز الناس. اللي اقولها يا محسن معناها ايه الكلمه دي؟ معناها انها بتحبك يا دكتور. طب احنا عرفنا انها بتحبك، مش عايز تتجوزك ليه؟ مسير هعرف اقول لك. كفايه عليك كده النهارده. تعال اشربك شاي. تعال. صدقيني يا ساميه انا لولا اللي في بطني كنت طلبت الطلاق. اوعي تنطقي الكلمه دي تاني. انت ازاي قدرتي تخرجيها من بقك؟ اصلك مش عايشه معانا، ما بتعانيش من اللي انا بعاني منه. للدرجه دي؟ اكيد فتحي متضايق. فتحي ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. فتحي طول النهار في شغله، وانا بصراحه ما برضاش اجيب له سيره عشان ما يتضايقش من سمير. شاطره يا هدى، انا مش بقول انك عاقله، بس تعبت. انا عارفه قد ايه سمير مرتبط بباباه، ومش عايزه افسد العلاقه اللي ما بينهم، علشان كده انا مستحمله. انا عايزه اطلب الطلاق، بس اللي في بطني ده ذنبه ايه؟ انت مجنونه، انت ما تعرفيش فتحي بيحبك قد ايه. ده حب من اول نظره. انا كمان بحبه وهو كل شيء في حياتي، علشان كده انا بحاول استحمل. بس اعمل ايه؟ انت مش هتعملي، الايام هي اللي هتعمل. صدقيني يا هدى، سمير ده لسه طفل صغير مش فاهم حاجه. بكره لما يكبر ويعقل هيعرف قد ايه انت كويسه. بس اصبري. حاضر، اديني صبرة علشان خاطر فتحي كل شيء يهم. في ايه يا ست عزيزه؟ مالك يا اختي؟ وفي حد زعلك؟ ده احنا كلنا شايلينك على كفوف الراحه. مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ انت موته نفسك من العياط اهو. هو انت افتكرت المرحوم؟ المرحوم؟ لا ما افتكرتوش. هفتكره على ايه؟ على الهم اللي سابني فيه انا وولادي. لا ساب لنا الابيض ولا اسود. حتى الشقه اللي احنا كنا قاعدين فيها اي كلام. ويوم ما فكر ان هو يدينا شقه في العماره الجديده، العماره ما عجبهاش الحال، وقعت وبقت كون تراب. والاخر راح يتجوز عليا. اتجوز عليا يا عيني يا اختي. ده حتى الواد اللي حلتي وحلته مش نافع. مش عارفه بس مستقبله هيبقى ايه. يا اختي احمدي ربنا ان البنات اتجوزوا، والحمد لله بسم الله عليهم، يعني ما شاء الله اتجوزوا جوازات حلوه. امال انا بعيط ليه؟ مش فاهمه يعني. البنت الكبيره اتجوزت جوازه كويسه قوي، وطلعت روحها على بال ما اتجوزته، ودلوقتي خلاص. ليه بس لا سمح الله؟ هتتطلق. يا اختي تف من بقك، انا سمعت الحكايه دي صحيح، بس اهو كلام. هم يا اختي قاعدين مع بعض اهو. وبعدين تقولي لي زعلانه على المرحوم؟ طب بس اسكتي بقى احسن الحاجه تسمعك. دي عندها المرحوم ده كوم، والدنيا دي كلها كوم. الله. بس يا اختي بقى اسكتي بقى، بطلي عياط، ده انت موتي نفسك في العياط. انت قاعده هنا يا ام راجب وانا عماله ادور عليكي. اصل الست عزيزه موتة نفسها من العياط. بتعيطي ليه يا اختي؟ ها؟ بتعيطي ليه كفل الشر؟ هو في شر اكتر من كده؟ ما كلمتني وقالت لي انها بتلم الحاجه هتسيب البيت خلاص. تسيب البيت؟ هي المده خلصت؟ فاضل كام يوم، كل واحد يروح لحاله. طب وانت في ايدك ايه تعملي؟ يا ريت كان في ايدي حاجه كنت اقدر اعملها. ده هتروح فين يا كبدي؟ اسكت يا وليه، تروح فين يعني ايه؟ تيجي هنا، ده بيت ابوها. امال يعني هنسيبها تروح تعيش لوحدها بره؟ كتر خيرك يا حاج، الواحد مش عارف يودي جمايلك دي فين. طب قومي بس يلا كده، اغسلي وشك وروقي وارمي حمولك على ربنا، هو الوحيد اللي يقدر يحل لك الموضوع. بس قولي يا رب. يا رب.
شوف يا خالد يا ابني، انا صدرت لك مع الجماعه دول ومش عايزك تخزني. معقول يا اسطى عبد؟ ربنا يعلم انا قلت لهم ايه عشان يطلعوا لك المبلغ ده. مبلغ؟ بصراحه انت صعبت عليا، اصل انا زمان برضو حبيت واحده زيك وايدي ما كانتش طايله يا ابني. تعرفش برضو البت طارت مني، فضلت حزين حزن مش هنساه طول عمري. صدقني لما اقول لك انا ما نسيتهاش لغايه دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. ده راحت فين يا اسطى عبد؟ تلاقي اتجوزت وخلفت وعيالها كبروا. ده السبب اللي يخليني ان انا اساعدك واقف جنبك. يا سلام. إله يا رب، إله يا رب يا اسطى عبد، ربنا يكرمك ويديك ويغنيك بالحلال. اقسم بالله اقسم بالله انا ابويا داعي لي قبل ما يموت عشان ربنا يوقعني في راجل طيب وابن حلال زيك يا اسطى عبد. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا ابني. ايه دول؟ كام دول؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ دول مؤقتا يا خالد. انت تاخد ال 5000 دول وتطلع لابو حنان وتقول له دول عربون الجواز، وكل ما يجي لك قرشين هتديهم له. هو اول ما يشوف الفلوس اكيد هيوافق. ان قال لك هتجيب شقه قول له هجيب، ان قال لك هتفرشها قول له هفرشها، ان قال لك هتدفع عربون قول له هدفع عربون. لا حول ولا قوة الا بالله. طب وانا هجيب ده كله منين يا اسطى؟ انت على فكره مخك مفوت ومحتاج نص عمره. شفتني قلت لك على حاجه وما عملتهاش. الشهاده لله؟ لا خلاص، عشان يصدق انك انت ناوي تتجوز بنته. الفلوس يا ابني بتعمل كل حاجه، بس على شرط اوعى تقول ليه ولا لغيره انت جبت الفلوس دي منين. لا ما تخافش يا اسطى عبده، مفيش جنس مخلوق هيعرف الموضوع ده ابدا. ده حتى امي ديك النهار سالتني انت بتجيب الفلوس دي كلها منين، فربنا يسامحني بقى كدبت عليها. قلت لها اصل انا بجيب الفلوس دي كلها من سمساره العربيات، ده سمساره العربيات بتكسب فلوس حلوه قوي. المهم بقى ما تجيبش سيرتي ولا سيره الجماعه دول خالص، بس الجماعه دول يحبوا يعملوا الخير في السر حسنه مخفيه عشان ثوابهم يبقى كبير. طبعا ثوابهم يبقى كبير، ربنا يكرمهم يا رب ويديهم على قد نيتهم يا رب. بس في حاجه واحده بس. حاجه ايه يا اسطى؟ قول لي على الايصال ده. ده ايصال ايه ده؟ لا ايه يا خالد، انت عاوز تاخد فلوس وما تمضيش عليها؟ الله، افرض يعني خدتهم انا وحطيتهم في جيبي. استغفر الله العظيم، ودي تيجي يا اسطى؟ مش لازم يتاكدوا ان الفلوس راحت لصاحب نصيبها؟ عداك العيب يا اسطى، وادي الامضه بتاعتي اهي. اتفضل. ايه يا ابني؟ ايه حكايتك معايا؟ مش تاخد بالك؟ انت بتمضي على ايه؟ على 5500 جنيه صح؟ يا اسطى مظبوط. 5000 جنيه دول لا مؤاخذه يعني الدفعه الاولانيه، وال 500 جنيه دول خدتهم تقطيع مني صح؟ مظبوط. طب ايه رايك يا اسطى يعني لو اخد الفلوس كلها على بعضيها؟ لا بعد شهر او شهرين هجيب لك يعني منهم دفعه تانية، وبعديها كده دفعه تالتة لحد ما تقضي طلباتك كلها. ماشي يا اسطى. عشان ما يشكوش، ها؟ نسيبك ده ما يشكش فيك انك انت يعني لا مؤاخذه الفلوس دي جايبها مره واحده منين؟ تصدق بالله يا اسطى مظبوط. سبحان الله يطمر فيك. لا هيطمر فيا قوي، ده انا هفضل خدام عندك طول العمر. يا استغفر الله العظيم، كلنا خدامين المصلحه وخدامين ربنا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على التقوى والايمان. والله العظيم يا اسطى انا ما عارف اقول لك ايه. ما تقولش، انت تطلع فوق وتدي الفلوس للراجل اللي هتناسبه، وبعدين تنزل لي وتقول لي عملت ايه يا حلو.